السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكن يا حلوين؟ إن شاء الله كلياتكم تكونوا بألف خير وانتوا عم تحضروا فيديو اليوم. طمنوني عنكم، شو أخباركم؟ شو طابخين اليوم؟ اليوم أنا حبيت شارك معكم طبخة الملوخية والرز بحليب. هلا هون مثل ما لكم شايفين، اول شي بلشت قلت بدي اغلي قهوة مشان شوي هيك اصحصح، يمكن مبين على صوتي انه شوي هيك تعبان، صار لي هيك فترة شوي مرضانة، والصراحة يعني لحد الان يعني من يومين كمان رجعت رحت على المشفى. فهلا انا ما بحب كتير احكي يعني انه شي كتير هيك عني وعن خصوصياتي بالقناة، لانه انا بس فاتحة القناة مشان انه روتين وهيك، بس عم بتأخر يعني لانه عم بيصير عندي ظروف. يعني انا كنت بحب انه نزل يوم يوم لا او كل يومين ثلاثة، بس عم بيصير معي ظروف ما بتخليني انه نزل كل يوم. هذا الفيديو من يومين صورته وقلت اليوم لا خلاص يعني بدي انزله مشان القناة ما ترجع تتراجع، لانه هلا الحمد لله شوي يعني عم بيزيد الساعات، وان شاء الله يا رب هيك اضل مستمرة عليها، وبدي هذا التشجيع منكم عن جد لحتى اضل مستمرة على القناة. واهلا وسهلا في كل اللي انضموا عن جديد لقناتي، نورتوني. هلا هون مثل ما انتم شايفين يا حلوين، بلشت قلت بدي غير ركن القهوة لأنه مليت منه، وحسيت إنه هيك الألوان الفناجين والهيك شغلات صيفية، فقلت بدي أحط شي هيك قريب للخريف، يعني هيك أغير شي. يعني نحن أي شي بسيط من غيره هيك بنحس تفاؤل، بنحس بيعطينا طاقة إيجابية وبيغير نفسيتنا. هلا قلت لكم أنا إنه بيتي صغير، صح بيتي صغير وهيك، لبين ما اطلع منه ان شاء الله على بيت اكبر وهيك بضل بغير. يعني رغم انه مو بيتي وبيت مفروش وصغير، بس دائما بحب التغيير، يعني على قد استطاعتي بالبيت انه بحب اغير. والنظافة هي اهم شي، يعني البيت لو صغير كبير اذا البيت ما نظيف يعني بتحسوا ايش ما سويتوا ايش ما عملتوا ما بيبين عليه. فوقت بيكون دائما ايدكم بالبيت وعبتنظفوا هيك عن جد راحة نفسية. هلا هون شلت هذا الركن. هلا هو هذا انا اشتريته على اساس احط عليه علب بهارات، بس انا العلب البهارات مو عندي طقم كامل كلياته مثل بعضه، مشان هيك قلت بحط عليه الكواب والفناجين، بس كمان طلع حلو يعني انه ما اثر. ما بعرف، بجوز بالايام ارجع احطه واحط عليه علب توابل يعني اذا هيك مليت منه. هلا مثل ما شفتوا بخيت بخاخ هذا مشان الزفر، بخيت على الحيط وعلى المجلة كلياته ليفته، وكمان الركن مسحته. بدي ارجع احطه وارجع اطبق فيه اكواب يعني جديدة. وبالنسبة لكل اللي كانوا على الركن الفناجين والكاسات كلهم هلا رح اليفون. بالنسبة لهذا الركن بحاول أحطه مثلا بزاوية أو مكان تاني، ما بينحط معي إلا هون، يعني ما عندي المساحة المجلة كتير ضيقة، فإجباري رجعته على مكانه. يعني لا أنا بالنسبة لي بحب أغير يعني هيك تجديد، بحب التجديد، بس ما في مكان تاني أحطه فيه. وبالنسبة لعلب الشاي والقهوة والسكر أنا كنت حاطتهم ورا الغاز، هلكوني الله وكيلكن. يعني يا أما كل ما بدي أطبخ بدي أشيلهم، وقلت لكم المكان عندي كتير ضيق، يا أما قلت خلاص بدي أغير مكانه، لو المجلة مكانه ضيق بس حطيتهم جنب الركن
شلتن يعني، رجعت ليفتن كلياتن من اول وجديد، وفضيت يعني ورا الغاز انه ما تركت علب توابل لانه كتير عم بيتزفروا. يعني قلت هيك انظف، بضلوا على قليلة شوي انظف يعني. وهون هدول اللي كانوا بقلب هذا ركن القهوة، الأكواب والكاسات والفناجين القهوة كلياتهم رح أليفهم مثل ما لكم شايفين يا حلوين. هلا أنا قناتي مو لسه تماما جديدة ومعروفة وهيك، فما كتير عم بيجيني تعليقات، ما كتير عم بيجيني مثلا أفكار. هلا أنا بحب الناس تعطيني أفكار، تعطيني هيك شغلات إنه هي بتحبها تشوفها أو أنزلها، أو يقولولي مثلا إذا حبوا الفيديو وتصوير، طريقة تصويري والفيديو والشغلات اللي أنا عم بنزلها. أنا كتير بحب إنه أخذ أفكار، فإن شاء الله بالأيام يعني باخد منكم أنتو أفكار جديدة وأنا بعملها. لا أنا يمكن بتلاحظوا علي إنه بتلبك أو عبخجل، أو يعني عبخجل أنا كل ما بدي أنزل فيديو بدي أسجل صوتي عليه بخجل، ما بعرف ليش. يعني هيك بحس حالي ماني هيك منطلقة بالحكي على راحتي، لأنه ما بعرف ليش بخجل. يعني لسه يمكن هيك ما تعودت. قلت لكم قبل كنت أنزل فيديوهات بس مو بصوتي يعني. ايه هيك يا حلوين. مثل ما لكم شايفين هلا أنا أحيانا بسرع، يعني بسرع كتير. هلا وأحيانا بتقصد إنه أنزل الفيديو يكون مثلا مدته نص ساعة أكتر شوي أو أقل مشان القناة، مشان الساعات يعني ما تملوا انتو. واللي حب المحتوى تبعي وبشاهد الفيديو بتمنى انه ما تكرروا، لانه اذا بتكرروا انتو الفيديو رح تضروني. يعني الفيديو بيضر، الكر بيضر الفيديو. هلا هون يا حلوين جيت بدي بقى اطبق يعني الركن. مثل ما لكم شايفين كمان اشتريت فناجين جديدة. قلت لكم انه هيك حبيت اغير على اعمل هيك روتين خريفي، على قد ما شفت شغلات بالسوق كتير حلوين. هو انا كتير ببالي شغلات، كتير ببالي افكار، بس قلت لكم بيتي صغير ما بيخليني اني اجيب واعمل واساوي. بس عن جد ببالي كتير افكار، وكتير هيك حب اساوي شغلات واغير. بس عم بحاول انه على قد مساحة بيتي انه اجدد واغير وهيك يعني قد ما حاولت اني اغير ما رح احسن اغير، لانه عندي البيت كتير صغير. هلا مثل ما لكم شايفين اخذت هذا الكوب واخذت هدول الفنجانين، كتير حبيتهم. الكوب اخذته لانه دائما بعمل انا خلطات الزنجبيل والليمون وشاي اخضر وهيك، فهو كبير يعني يمكن بعادة شي كوبين كبار هو الكوب هذا. فأصلا أنا تقصدت إنه أخده كبير مشان إنه المشروبات اللي أنا بعملها يعني. هلا هون مثل ما كنتم شايفين بدلت وحطيت وشلت 100 مرة لحتى آخر شي رسيت على
على شي معين يعني. على هيك اخر شي هيك حطيت الكاسات الاكواب، لانه حسيتهم رح يتعجقوا اذا بدي احط هيك شي معهم، حسيت انه رح يتعجقوا. هلا هون انا كنت عم بشتغل وطبخت رز بحليب، وعلى اساس حاطه الكاميرا عم بتصور وانا عم بشرح، عم بحط المقادير وهيك، وطلعت الكاميرا مطفيه بس الموبايل مثبت بس الكاميرا ما شغاله. كتير انقهرت، بس رغم هيك قلت خلص يعني رح انزل الشغلات اللي مصوره. هون 5 كيلو حليب بده نص كيلو رز، يعني بتحطوا له نص كيلو رز. هلا انا حطيت رز مكسر، هذا نحن بنقول له مكسر، هذا اللي بيجي من البيم برتقاني او الازرق. والسكر انا ما بعير بالنسبه للسكر، حسب الرغبه. وحطيت ظرفين من الفانيلا، وبتحسنوا تحطوا كمان ماء زهر. بالنسبه لطبخ الرز بحليب لازم اول شي تحطوا الحليب يغلي، بعد ما يغلي الحليب بتضيفوا عليه الرز، وليستوي الرز على الاخير تماما يعني بتضيفوا السكر، لانه اذا حطيتوا السكر والرز ما استوى بيطول معكم كتير، والرز بيضل حبته واقفه يعني ما بينهرس. اذا ما تركتوه حبته بتضل واقفه اذا حطيتوا السكر قبل ما يستوي الرز. هلا هون هاي الطنجرة ما بتعلق، بس طلعوا قفعت ومع الرز بحليب هيك صار ينزل شقف من هدول القشطة، بس ما بتأثر يعني. قلت صرت اشيله انا بايدي، رغم هيك في هيك شغلات ناعمة. وهون الرز بحليب صار عندي جاهز. لا تدقوا على الصحون، لانه في صحون بالبراد حاطة فيهم يعني اكل، كنت عاملة اكل لبنتي وهيك، فصار نقصوا الصحون. كمان هون بعد ما طبخت الرز بحليب سويت غداء. بلشت بالغداء. اول شي حطيت الفروج على النار، وبعدين بلشت اعمل الملوخية نقيتها وغسلتها كتير منيح وعصرتها، وبعدين حطيت زيت زيتون وبلشت اقليها مثل ما انكم شايفين. بضلها بقليها لحتى العض تبعها يصير اشقر. هلا بتشوفوا بالفيديو شلون بضل هيك عم بقليها. هلا هون يا حلوين مثل ما انكم شايفين الفروج عندي استوى، نزل نيفة. انا الصدر بحبه هيك ينزل، يعني بضل بخليه على النار لحتى ينزل، يعني الاخير بحبه نازل ما يكون هيك قاسي. هلا مثل ما شفتوا يا حلوين، اول وجبة من الملوخية قليتها وشلتها. هلا رح احط وجبة تانية، يعني انا قسمتهم على وجبتين تقلية الملوخية. هلا عندي الطنجرة ما شاء الله حجمها منيح يعني ما صغيرة، فقلت بقليها على تقلايتين. وانا بستخدم بطبخ الملوخية يعني بطبخها بزيت الزيتون بقليها. هلا كنت قبل اعملها بزيت النباتي، بس مشان يعني اخف ضرر انه زيت الزيتون انه صحي اكتر،
مشان هيك قلت خلص بدي يعني أداوم إنه دائما أقليها بزيت الزيتون، تعودنا عليها يعني. هلا هون فرجيتكن شلون بعد ما قليتها هيك العض تبع الملوخية صار عزهر أشقر. هون خلصت تقلايتها للملوخية. هون أنا كنت مجهزة توم تقريبا راسين، قشرت راسين توم كبار، وكمان حطيت معلقتين كزبرة. قليت التوم والكزبرة مع زيت الزيتون هيك تلويحتين هيك شوي، وبعدين ضفت فوقن الملوخية. هلا هون يا حلوين بعد ما قليت الملوخية مع الثوم والكزبرة حطيت عليها مرقة الفروج، وحطيت نصها لأنه بدي أطبخ النص التاني بالرز. أنا كتير بحب الرز بمية الفروج. حطيت مي من الفروج وحطيت مي عادية مع الملوخية، يعني ما كتير كترت مي. هلا هي الناس في ناس بتحبها مرقتها كتيرة، وناس بتحبها عادي يعني ما يكون لها مرقة، هذا حسب الرغبة. وهون كنت عاصرة 3 ليمونات حصرا يعني، وانتوا عم بتحطوا المي وهيك لازم تحطوا الحمض للملوخية مشان ما تمخت معكم يعني، هيك بيقولوا يعني. هلا هي بس كانت مقلاية منيح يعني طبخة كتير بينجح يعني، هي كلام على تقلاية الملوخية. هلا انا شفتوا ما كتير كترت لها مي يعني عادي. هلا هون جيت بقى بدي اطبخ الرز. كمان كنت ناقعة الرز من قبل وقت، تقريبا نقعته شي ساعة، وبس انتقع الرز بتحسوا فورا بيستوي معكم ما بيطول. كمان هون حطيت شوية زيت زيتون، ورح احط شوي شعيرية اقليهم مع بعض وابلش طبخ الرز. هلا اكيد ما في حدا ما بيعرف يطبخ الرز يعني الا المبتدئين يعني. فهون انا بحط للكاسة رز 1.5 كاسة مي، خصوصي اذا منقوع فما بدكم تكتروا له مي ابدا لانه بينخبز. اذا كان ما منقوع رح تطبخوه فورا، مثلا مستعجلين عليه بتحطوا 2 كاسة مي، اما اذا كان منقوع انا بحط 1.5 كاسة مي. بالنسبة للشعيرية انا ما بعير شقد بحط، دائما هيك بحط تقديري يعني ما بعير. هون بعد ما تقلت الشعيرية عندي مثل ما شفتوا صار لونها أشقر، حطيت عليها الرز كمان قلبتهم هيك شوي مع بعض، بعدين ضفت المي وبس هيك يغلوا مع بعضهم غلوة وحدة. بوطي الغاز نواسة، يعني الغاز لازم كتير يكون منوس تحت الرز، وبتغطوه هيك لحتى يستوي.
هلا هيك يا حلوين، مثل ما انكم شايفين الملوخية استوت عندي. هلا انا ولا إن كان جوزي ما بنحبها انه تنخبز كتير للملوخية، يعني بنحبها شوي تضل هيك الورقة مفتحة على حالها، ما تصير هيك مهلوطة هلط. هلا مثل ما شفتوا شلت قسم لجوزي قبل ما احط الفروج، لاني هو ما بحبها بالفروج ابدا، وهذا القسم يعني تقريبا نصها حطيت له فروج. هيك الملوخية كانت استوت، وانا بحب احطه اخر شي مشان هيك الفروج يضل لونه ابيض ما ياخد لون. ومثل ما كنتم شايفين كمان هون الرز كمان طلع عندي مفلفل وبشهي كمان استوى، والروايح غير شكل. هيك يا حلوين كانت سفرتنا ملوخية ورز، وعن جد بتشهي، يعني اللي بيحب الملوخية يتفضل يعزم حاله. لهون يا حلوين بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. لا تنسوا تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناة إذا ما لكم مشتركين، وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل شي جديد أنا بنزله. سلام يا حلوين.